السلام عليكم ورحمة الله أحبائي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم إن شاء الله إحنا نعملوا مع بعض لي بانكيك. وكمرحلة الأولى أنا هنا عندي الشوكولا دوبتها، الشوكولا بوحدها برك دوبتها، عندي شوكولا ولي دوبتها. هنا عندي ان بابي اللي راح ندخلوه في الكونجيلاتور. نبداو نديروا دوائر عشوائية تاع الشوكولا، تكون دوائر عشوائية دوك نشوفوا بهذه الطريقة هكذا اللي راح نحشيو بها لي بانكيك تاعنا. هما يعني تقريبا كيما لي كريب فرونسي تقريبا، يعني هكذا طريقه عشوائيه، يعني ما يهمش قداش يجيو ولا كيفاش يجيو هكذا. ومن بعد نعاود نسرحهم بالمعلقه هكذا. فوالا بهذه الطريقه. انا هنا نزيد اون كويير كيما راكم تشوفوا هكذا، اون كويير، ونحاول نمشي هكذا بحركه دائريه عشوائيا، يعني ما نكسروش ريصالنا عشوائيا، لانه احنا راح نحطهم في المجمد في الكونجيلاتور باش يجمدوا لنا بيان كوم يلفو هكذا كيما راكم تشوفوا. هادو بالنسبه للحشو نتاع لي بانكيك تاعنا. هكذا ونكمل كامل الكميه اللي عندي عشوائيا كما قلت لكم. انا هنا نكمل الكميه تاعي هذه ونحطهم في المجمد ونرجعوا مع مكونات لي بانكيك. هنا راح نبدا على بركه الله بمكونات البانكيك. بمكونات البانكيك راح نحاول نعطيكم المقادير بالكاس ماشي بالميزان. عندنا كاس ونص تاع السكر، عندنا كاس تاع لافارين، عندنا حبه نتاع البيض، عندنا باكيه تاع الخماره تاع الكاطو، عندنا باكيه نتاع لافاني، وعندنا 3 معالق نتاع الزيت. نبدا انا هنايا نكسر الحبه تاع البيض تاعي في البول هكذا. نحاول نعمل معاكم بسم الله. حبه تاع البيض نزيدوا عليها كاس ونص نتاع السكر، يعني عاده ما عبرتش نعبر معاكم هكذا. كاس، انا عندي هذا الكاس هكا اللي نعبر به، كاس ونص نتاع السكر. نزيد عليهم باكي نتاع لافاني، ونزيد عليهم مبشور نتاع وحده تاع تشينا ولا لافاني ولا سيترون ولا اي حاجه نتوما حابين تنكهوا بها لي بانكيك ديالكم، اي حاجه نتوما حابينها هكذا. يعني هذا اختياري، تقدروا ما تعملوش بصح من الافضل يعني نعملوا حاجه هكذا. نحاول نكثر كامل الكميه تاع التشينا هذه هكذا بهذه الطريقه هكذا. انا نحاول نمزج الخليط مع بعضه تاع البيض والسكر حتى يمتزج لي مليح. من بعد ما يمتزج لي الخليط نزيدو 3 معالق تاع الزيت. انا هنا نضيف 3 معالق تاع الزيت كما راكم تشوفوا، معالق كبار، 3 هكذا. ونواصل الخلط تاع المكونات تاعي حتى يجي يمتزجوا كامل مع بعضهم بالاقل. اللي يحب يستعمل الروبو ولا البيتخان ولا ما كاين حتى مشكل، تقدروا ما تستعملوا والو ثاني عادي نورمال. هنا نزيد الخماره تاعي، نزيد الخماره، من بعد ما ضفت الخميره راح نزيد كاس ونص تاع الحليب. انا يمكن ما ذكرتها لكمش ولكن المقادير بالتفصيل راح تشوفوها في صندوق الوصف. كاس، نفس الكاس اللي عبرت به. نضيف الكاس الاول ونخلط عاده ونزيد النص باش المكونات تمتزج مع بعضها مليح.
كي تخلطوا مليح نزيدوا النص المتبقي هكذا، كاس ونص قلنا هكذا. انا نقادي الكاس تاعي توجو قدامي باش نعاود نعبر الفارين لافارين ونواصل الخلط هكذا. ونبدا بالتدريج نزيدو لافارين، راح نضيف بالتدريج الكاس تاع لافارين تاعي، نضيف بالعقل وانا نخلط. نقسموها على 3-4 مراحل باش ما تكورناش. قلنا كاس واحد هكذا، تحصلوا على هذا الخليط كيما هكذا، ماشي ثقيل وماشي خفيف بزاف. واللي مليحه انه الخليط تاعنا هذا تاع البانكيك ما يستحق لا يخمر لا يرتاح لا حتى حبه. توت سويت راح نبداو نطيبوا فيه ونشوفوا النتيجه مع بعض. هنا درت المقله تاعي تسخن وجبت لي الشوكولا اللي خدمناهم مع بعض حطيتهم قدامي باش نحشيو لي بانكيك تاعنا. انا هنا ما دهنتش المقله تاعي لانها ما تلصقش. اذا نتوما عندكم مقله تلصق ننصحكم انكم تدهنوها باش ما يلصق لكمش. نحطوا كميه قليله تاع لي بانكيك تاعنا هكذا بهذه الطريقه، ونهزوا وحده تاع الشوكولا هكذا ونحطوها في النص هكذا، ونحاولوا نغطيوها بشويه نتاع الخليط تاعنا هذا هكذا، نغطيو الشوكولا برك فوالا هكذا، ونخليوها طيب لنا على نار مهيله. انا هنا قلبتها كما راكم تشوفوا. كنت حسباني راني نعمر وانا ما كنتش نعمر، سمحوا لي. حنا نعاودوا واحده اخرى مع بعض باش تشوفوا. قلبتها على نار مهيله كما راكم تشوفوا، شوفوا نار مهيله، ونخليوها طيب على خاطرها، ونبداو نقلبوا فيها. كي نشوفوها بدات تبوجي لنا هكذا نعرفوا باللي بدات توجد هكذا، شوفوا هكذا. نحاولوا نقلبوها للمره الثانيه هكذا، نزيدوا لها شويه كلكو سكوند ونحيوها باش نتاكدوا بلي طابت لنا تماما من الداخل ما قعدت لناش خضره. كي نتاكدوا بلي طابت لنا مليح نادو نحيوها ونحطوها قدامنا، ونديروا واحده اخرى مع بعض. نكرروا المرحله كما درنا في الاول نفس الشيء، كميه قليله نتاع لي بانكيك قليله. نهزوا وحده تاع الشوكولا من قدامنا هكذا ونحطها في النص هكذا، نحاول تكون في النص، ونغطي بالخليط تاعي تاع البانكيك هكذا. لازم كامل هذيك الشوكولا عندي تتغطى. من بعد دك بوحدو يسرح كي تبدا طيب، دك بوحدو الخليط كما راكم تشوفوا بوحده راه يسيح. يعني احنا ما نخربو ما نعملو حتى حاجه، بوحدو الخليط يسرح عندنا كما راكم تشوفوا. انا هنا نحاول نقلب البانكيك تاعي، نشوفوا هكذا نحاول نقلبو. انا فوتلو شويه في الثياب بصح معليش هكذا كما راكم تشوفوا. انا راح نكمل كامل الكميه اللي عندي ونشوفوا مع بعض طبق التقديم، ونقسم لكم واحده وتشوفوا كيفاش جانا. احبائي الكرام، كانت هذه النتيجه النهائيه تاع لي بانكيك ديالنا اللي عملناهم مع بعض كما راكم تشوفوا. انا راح نحاول نقسم لكم واحده باش تشوفوا من الداخل كيفاش جات كيما هكذا كما راكم تشوفوا. شوفوا جينا هكذا والشوكولا من الداخل. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الطريقه، ان شاء الله تجربوها. شوفوا طيبه مليح هكذا ومعمره بالشوكولا من الداخل، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها لولادكم للضياف ديالكم. حاجه خفيفه، القهوه تاع الصباح ولا القهوه تاع العشيه. انا نقول لكم الى عجبتكم الوصفه وجربتوها ما تنساوش بارطاجيوها مع احبابكم واصحابكم. ما تنساونيش بلايك وتعليق للفيديو، ما تنساوش تعملوا سبسكرايب للفيديو. ونقول لكم الى اللقاء في الملتقى باذن الله. مع السلامه.